بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده انا جايه لكم بفكره جديده، ممكن يكون حد تاني عملها قبلي بس انا حبيت ان انا اعملها معاكم. اللي معايا هنا 4 بواكي من البسكوت. البسكوت ده طبعا كلنا عارفينه، البسكوت ده بتاع المدارس، الاولاد بياخدوه تغذيه من المدارس. انا عندي الولد الصغير بيجيبه ومش بياكله، فحبيت ان انا اعمل بيه فكره. فانا عملتها وطلعت طعمها حلو. التلاتة دولت انا هاخدهم هزين بيهم بعد كده. حبيت ان انا اعمل معاكم الفكرة ديت. انا عملتها وطلعت طعمها حلو، فحبيت اعملها معاكم. هحط انا البسكوت في الكيس، هنعمه. انت لو حابة انت تحطيه انت في الكبة اعمليه. اهم حاجة يكون ناعم اهو كده الشكل اهو. انا معايا هنا حوالي 3 معالق من السمنة البلدي. لو انت عندك زبدة يعني حط عليها زبدة، لو عندك قشطة في الفريزر او ممكن تحطي، بس انا بحب انا السمنة بتدي لها طعم حلو، السمنة بلدي. ده كده الشكل اهوت بعد ما حطيت لها السمنة. انا معايا هنا كوباية لبن متلجة، وبعد كده هحط عليها مع كوباية كريم شانتيه. الكريم ده خام معلهوش سكر، هحط انا عليه معلقتين من السكر البودرة. الفكرة ديت جت في بالي وعملتها وطلعت حلوة، فحبيت ان انا اعملها معاكم عشان لو انت حابة تعمليها. ده كده القوام اهو. انا هاخد نصه هحطه في الكيس ده ازين بيه، وبعد كده النص التاني هحط انا عليه شوية بسكوت. يا ريت اشتراك للقناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم منه كل جديد. فكرة سهلة وسريعة. الطبق ده طبق حلو سريع التحضير، مفهوش اي تكلفة، مش هتجيبي حاجة من بره. لو حابة تعمليه انت ومش عايزة تكلفي وتعمليه بالكريم شانتيه، انت ممكن تعمليه انت بالكريمة، تعملي عليه طبقة مهلبية، وممكن تعملي عليه طبقة جيلي. بس انت بتعملي الجيلي الاول، بتحطي طبقة الجيلي هي الاول، بتحطها في التلاجة لما تجمد، وبعد كده بتحطي انت طبقة البسكوت من فوق، وبعد كده ممكن تحطي طبقة كاستر. لو انت ما عندكيش الكريم شانتيه، لو مش عايزة تكلفيه. انا هضربه مع البسكوت ضربة خفيفة، وبعد كده انا هحط طبقات في الكاسات. حاجة حلوة وسهلة وسريعة، ممكن تقدميها لأي حد جايلك، لو أي ضيف جايلك ممكن تقدميه بسرعة. طبق سريع التحضير وطعمه حلو وشكله حلو اهو. دي الكاسات اللي انا هحط فيها، انا هحط طبقة بسكوت. تسويها ما تخليهاش منعكشة، انت تسويها بالراحة. هتحط طبقة بسكوت وطبقة كريمة. دي اول طبقة اهي. بعد كده هتحط كمان طبقة بسكوت.
ده كده الطبقات كده اهي، تسويها تسويها، ما تضغطش عليها، سويها بالراحة. ده كده الشكل اهو. دي الطبقة الأخيرة، انت هتزينيها، اعمل الشكل اللي انت حباه. طعم البسكوت مع كريم الشانتيه والسمنة البلدي، طعمه حلو وطعمها جميل، وفكرة سريعة وسهلة. يا ريت لو عجبتكم الفكرة تكتبولي في الكومنتات، ولو في اي حاجة عرفوني. هحط شوية بسكوت اهوت للزينة في فوق الوش، وبيكون كده الشكل النهائي. يا رب يعجبكم اهو، ده الشكل اهو. وبالهنا والشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.